الو، مساء الخير. سامو. استاذ جمال ذكرى. هاي سام. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا برنامج كريزو، احنا على اليوتيوب على الهوا دلوقتي، وكان عندي سؤال لو امكن. انا كنت جايب رقم حضرتك من موقع الدليل القبطي، فهل ممكن سؤال؟ اتفضل. اشكرك. في نص يا فندم في انجيل متى اللي في الاصحاح الاول العدد 22 بيقول: وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. تمام. هل اليهود منتظرين المسيح يجي من عذراء فعلا؟ طبعا هم ما زالوا منتظرين لغايه دلوقتي. هو النص ده ورد في اشعياء واللي امنوا بيه واللي قبلوه ضايعوا ابناء الله. واللي ما امنوش بيه ما زالوا منتظرين لانهم بيتشككوا في موته وقيامته. لا انا بس بتكلم على النقطه بتاعت العذراء. في نص في العهد القديم بيقول ان المسيح المنتظر يجي من عذراء، صح كده؟ ايوه تمام، النص موجود في سفر اشعياء النبي. ممتاز. النص ده بيقول ان المسيح اللي هيجي من عذراء، صح؟ تمام. طيب المسيح لما كان عايش، هل كان عايش معروف ان هو من عذراء، ولا كان معروف ان له اب وله ام؟ لا، هو كان معروف ان هو من عذراء، بس امه هي اللي ربته. ازاي يا فندم؟ يعني وفي انجيل لوقا 2:48 بتقول له: هو زي ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. يعني كانت بتقول له ده ابوك. مظبوط. ده الاحترام يقول كده. لا يعني انا لما اقف في الشارع والاقي واحده بتقول لابنها انت فين؟ انا وابوك كنا بندور عليك، هفهم ان دول اسره. يعني حضرتك مين؟ انا ابو اياد مع حضرتك. نعم ابو اياد يا فندم مع حضرتك. لا متاسف، مش هقدر اكمل المكالمه معك. شكرا. ليه يا فندم؟ الناس سامعه يا فندم. احنا على الهوا. اشكرك. يعني مش معقول استاذ جمال ذكرى كنيسه العذراء في عزبه النخل، مش معقول في نص الحوار تقول مش هكمل لمجرد انا سالتك سؤال طبيعي جدا. متاسف جدا. ازاي يا فندم كانت متجوزه ومعاها بتقول هو زي ابوك، وحضرتك بتقول ان هو هيجي من عذراء؟ قفل. يا نهار ابيض يا جدعان، في نص المكالمه. يعني مش هقول لك مثلا في الاول قال لك لا اصل انا مشغول، اصل قاعد معايا ناس، اصل مش لا هو في نص المكالمه طلع قال لا والله ده انا مش هكمل. انت مين؟ انا ابو اياد، انا مش هكمل بجد. دول الخدام بتاعكم اللي بيخدموا في الكنايس، وترجعوا تقولوا هم المسيحيين بيسيبوا المسيحيه ليه؟ بالله عليكم ايه تاني يعني؟ انا مش فاهم. لما لقاك مسلم قال لك مش هكمل. ما انا عارف. هو كان عايز بيتر يشتغلوا كلمتين، عايز يوحنا، عايز حنا. لكن ابو اياد وغالبا ابوه اسمه ذكري مش ذكرى. ذكري ممكن.